سياسة الدولة انكم تعيشون الواحد في غموض، ما يدري ايش المطلوب، ما يدري ايش اللي هو الموقف اللي هو منحط فيه والى متى. لا مدة زمنية محددين، لا معلمينا ايش سبب التعليق، لا معلمينا ايش المطلوب منا. طب انا ايش المطلوب مني؟ قمت اضرب اخماس باسداس وافكر يا ربي ايش عندي؟ دخلت على وزارة العدل، ما عندي ولا مخالفة قانونية، ولا مخالفة قانونية. هي بس اللي عندي فقط في محكمة الأحوال الشخصية موضوع صار بيني وبين أبو معاذ أول ما انفصلنا عام 2018. كانت القضية مرفوعة على حضانة الأولاد وما حضانة. يعني تخلون الواحد يصير. وأضافت المشهورة السعودية